كده تنسيق الثانوية العامة المرحلة التانية. أنا عارف إن في ناس كتيرة مستنية تنسيق الثانوية العامة المرحلة التانية، وده اللي هنعرفه دلوقتي. هنعرف مع بعض توقعات لتنسيق الثانوية العامة المرحلة التانية، والكلام ده إن شاء الله هيكون أكيد يعني. ركز معايا كده في الفيديو عشان ترتاح. أنا عارف إن في ناس كتيرة وقف معاها تنسيق المرحلة الأولى على درجة أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، والناس دي خايفة جدا وقلقانة، وكمان بتسمع ان المحافظة بتاعتها مش هتنزل مرحلة تانية. زي مثلا في المنيا كل شوية واحد يقول لي بيقولوا ان المرحلة التانية مش هتنزل في المنيا، وهكذا في باقي المحافظات يعني. فأنا جاي عشان أريحك، اهدى كده شوية. هعرفك تنسيق الثانوية العامة المرحلة التانية، وكمان هقول لك هل المحافظة بتاعتك بتنزل مرحلة تانية ولا ما بتنزلش مرحلة تانية، والكلام ده أكيد. ركز معايا كده شوية في الفيديو، بس لو انت مش مشترك في القناة اعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تعمل اللايك بتاعك، وندخل في الموضوع على طول. اول حاجة عشان ما تسمعش الفيديو على الفاضي، انا معايا النهاردة 9 محافظات، يعني اتكلم على كل محافظة كده بالتفصيل، وباقي المحافظات في الفيديو الجاي على طول يعني ان شاء الله. ما ينفعش اتكلم عن المحافظات كلها في فيديو واحد، ابقى كداب لو عملت كده ومحدش يسمع الفيديو كله، وهيكون هري والدنيا هتدخل في بعضها. فانا النهارده معايا 9 محافظات هتكلم فيها عن تنسيق الثانويه العامه المرحله الثانيه، توقعات، وكمان هقول لك هتنزل مرحله ثانيه ولا لا. ندخل في الموضوع على طول وبلاش الهري ده. اول حاجه المحافظات اللي هتكلم عليها عشان تكون عارفها في البدايه: القاهره والدقهلية والمنيا والشرقية والغربية والبحيرة والجيزة والاسكندرية وكفر الشيخ. دي المحافظات اللي انا هتكلم عليها. نبدأ كده في الفيديو. اول حاجة القاهرة بتنزل مرحلة تانية. القاهرة بتنزل مرحلة تانية، مفيش شك في كده. طيب كم درجة؟ القاهرة كل سنة بتنزل مرحلة تانية 10 درجات. كام؟ 10 درجات. يعني انا اتوقع ان القاهرة السنة دي ان شاء الله تنزل برضه مرحلة تانية 10 درجات. بعد كده الدقهلية احنا عارفين ان الدقهلية تنسيقها عالي السنة دي، عالي بطريقة غريبة. طيب الدقهلية بتنزل مرحلة تانية؟ بتنزل مرحلة تانية، والكلام ده اكيد. طيب بتنزل كم درجة؟ الدقهلية في العادي بتنزل 4 درجات، 6 درجات، 8 درجات، ما بتزيدش عن كده يعني. بس يمكن السنة دي مختلفة شوية لأن التنسيق عالي، يمكن تنزل أقل أكتر من كده يعني. بس هو التوقع إن هي تنزل 6 درجات أو 8 درجات، دي الدقهلية، وأنا طبعا أتمنى إن هي تنزل أكتر من كده يعني. بعد كده المنيا، في ناس كتيرة جايت لي من المنيا إن بيقولوا مش هتنزل مرحلة تانية. أنا مش عارف الناس بتحب الناس بتحب إن هي مش عارف والله ما عارف أقولها، اللي هو إيه، بتحب تغيظ اللي قدامها ليه؟ بتحب تحطم، اللي هو تسد نفسه، تزعله، تخوفه ليه يعني. الكلام ده موجود في كل حته. لا، المنيا بتنزل مرحله تانية، واي حد بيقول ان هي مش هتنزل مرحله تانية ده ما بيفهمش حاجه. المنيا هتنزل مرحله تانية، والمنيا بتنزل مرحله تالتة كمان. طيب كم درجه؟ انا اتوقع ان المنيا تنزل مرحله تانية لحد 220 او 218، بس ما اعتقدش ان هي تقل عن 218، هي اخرها 218. الكلام ده في المرحله التانية، يا تنزل ل 220 يا 218، لكن ان شاء الله طبعا بيكون في مرحله ثالثه يعني. بعد كده الشرقيه بتنزل 10 درجات، بتنزل مرحله ثانيه. ايوه. والغربيه بتنزل مرحله ثانيه اكيد، في حدود كم درجه؟ 3 درجات او 4 درجات بالكتير، 5 درجات، دي الغربيه. البحيرة بتنزل مرحلة تانية طبعا، وبتنزل كتير كمان. البحيرة بتنزل 10 درجات. الجيزة، اعتقد الجيزة هتكون زي السنة اللي فاتت، لان السنة اللي فاتت كانت تنسيق 225، والسنة دي 225. السنة اللي فاتت نزلت مرحلة تانية ل 220، فانا اتوقع نفس الكلام برضه السنة دي هتنزل مرحلة تانية ل 220 الجيزة. الاسكندرية بتنزل كتير، الاسكندرية بتنزل 10 درجات. الاسكندرية بتنزل مرحلة تانية، بتنزل في حدود 10 درجات ويمكن اكتر كمان. بعد كده كفر الشيخ السنة دي تنسيقها عالي بطريقة غريبة بصراحة، فكفر الشيخ بتنزل مرحلة تانية اكيد يعني. واتوقع السنة دي ان كفر الشيخ تنزل 10 درجات مرحلة تانية، لان التنسيق عالي، فهي ممكن تنزل 10 درجات ويمكن اكتر كمان، بس هي في العادي بتنزل 8 درجات او 10 درجات.
بس انا متوقع السنه دي انها تنزل 10 درجات لان التنسيق بتاعها عالي، ويمكن تنزل اكتر من كده كمان. دي المحافظات اللي انا اتكلمت عنها الفيديو ده. الفيديو الجاي ان شاء الله على طول هنتكلم على باقي المحافظات، ما تقلقوش يعني، انا ما حبيتش اقول كل المحافظات في فيديو واحد عشان انت ما تتلخبطش. كده الفيديو بتاعي خلص، اتمنى كده تكون ارتحت، يعني لو انت ناقص من درجة ل5 درجات ما تخافش كده، نام وانت مطمن. كده الفيديو خلص، واي حد محتاج اي حاجة يكتب لي في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.